بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. موعدنا النهارده مع كل سنه وانتم طيبين. طبعا الاول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الغطاس، ويعود عليكم الايام دايما بخير وبركه الرب يسوع والعماد تكون تحل عليكم وعلى اولادكم وعلى اعمالكم دايما يا رب. وحكايه عيد الغطاس هو من الاعياد السيديه الكبيره، ففي بنحتفل برضو وبنعيد فيه. وفي المسيح راح لنهر الأردن واتعمد من يوحنا المعمدان قدام الجمع الغفير دوت، وظهرت حمامة كبيرة طبعا أمام الكل، والباب السماء اتفتح وانشقت، وأعلن الله القدوس إن هو ده ابنه الحبيب اللي بيه سررت. وفيه اتقبل المسيح العماد في نهر الأردن، ولأن كان يوحنا المعمدان بيرشد بالروح القدس ان هو بيعمد بمية، لكن هيجي اللي هو ما يستحقش ان يحل سيور حذائه، هيعمدكم بماء ونار وروح قدس. الانسان ده هيجي وهيبقى هو حمل الله اللي ماشي على الارض، وهو اللي كل الانبياء اتكلمت عنه في نبوءات في العهد القديم، وهو اللي أول ما يجي كل الناس هتمشي وراه وهتشوف معجزاته وهتشوف قوة صلباته وقوة محبته للعالم كله، عشان هو جه ليخلص العالم من كل الهلاك وكل ألم وكل ضعف وكل حاجة ممكن تمس الإنسان من أي ضعف. ربنا هيقويه ويقف جنبه ويساعده، وهو بنفسه اللي هيكون مرشد ليه وأب ليه ومعلم ليه. وكان المسيح لما جه هل على يوحنا المعمدان هو بنفسه قال له انت اللي جاي تعتمد مني، ده انا اللي محتاج اعتمد منك. لكن المسيح رد عليه رد عجيب جدا وقال له اسمح الآن عشان يكتمل كل بر، لانك لازم تسمح بدوت عشان لسه اللي جاي هو اللي هيعلم اكتر من اللحظة دي. وبالفعل يوحنا المعمدان خد الكلام من المسيح واعتمد على من ايده في نهر الأردن وقدام العالم كله، فانفتحت السماء وضوء جامد جدا نزلت منه حمامة الروح القدس واستقرت على المسيح، وجي صوت من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وكأن هو ده وقت التسليم اللي منه ربنا هيكمل الرسالة ويعطي العالم كله الخلاص والمحبة والفداء، ويعمل المعجزات لكل ضعف وكل نفس محتاجة وكل ميت وكل من صابه ضعف. المسيح بس يلمسه من هدب الطوب يقوم ويشفى ويمجد الله من خلال المسيح. المسيح جه ليخلص كل ما قد هلك، واحنا بندفن معه في المعمودية عشان نقوم بقيامة صالحة تتمجد للمسيح وللمسيح، لان احنا منه اليه. بركة صلوات عيد الغطاس تشملنا وتشملكم دايما، وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح باللايك والاشتراك، نرفع القناة واكون معاكم امين. وربنا يفرح قلوبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم امين. باللايك والاشتراك نرفع القناة الصغيرة وتبقى كبيرة امين يا رب.